السلام عليكم على اغلى واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. هنعمل النهارده الكبسه السعودي او الرز البسمتي. طبعا ما فيش عزومه في رمضان تخلى من الرز البسمتي. هقول لك النهارده ازاي تطلع الرز البسمتي احلى من المطاعم وطعمه كمان تحفه. وهقول لك ازاي تطلع اللون الاصفر اللي انتوا شايفينه كده بالظبط. وهقول لك ازاي كمان اللحمه تطلع مستويه معاكي وزي العسل. بس لو اول مره تشوفيني كملي معايا الفيديو للاخر عشان في تكات هقول لك عليها اخر الفيديو. اول حاجه كده هتحتاجيها انك تجيبي الطاسه بتاعتك، الطاسه طبعا اللي تحمري فيها اي حاجه معاكي هتجيبيها وهتحطيها على البوتاجاز على نار عاليه. طبعا البسمتي الرز البسمتي ممكن يتعمل بالفراخ، ممكن يتعمل باللحمه الحمراء، لكن النهارده هعمله معاكم باللحمه الحمراء. طبعا اللحمه الحمراء انا غسلاها كويس. في ناس ما بتحبش تغسل اللحمه الحمراء، بصراحه بغسلها كويس خالص عشان طبعا تتنضف من اي حاجه، ايد الجزار، بكتيريا، تراب، يعني لازم طبعا اللحمه الحمراء تغسليها وتغسليها كويس كمان. انا غسلتها بس انا بصراحه بغسلها قبل ما اقطعها كده. حطيت كده معلقتين من السمنه البلدي، بس معلقتين كده يكونوا محترمين، ما تبخليش خالص في الوصفه دي عشان شويه السمنه اللي انت هتحطيها يقعدوا معاكي لاخر الوصفه، مش هتحطي تاني غير. وما ينفعش برضو تحطي زيت او سمنه صناعي، يعني في الكبسه بالذات لازم السمنه البلدي بتدي طعم طبعا تاني خالص للاكل. هتبقى على نار عاليه، هتشوحي فيها، هتشوحي اللحمه بتاعتك لحد ما توصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي، يعني تبقى اللحمه متحمره خالص برضو مش واخده لون يعني محمر زياده عشان ما تبقاش ناشف، يعني تبقى واخده اللون الاحمر اللي انتوا شايفينه. حطيت في الوقت ده بس ورقتين من اللورة وفصين او 3 من الحبهان، هتهركيهم بايدك طبعا عشان تفتحيهم وهترميهم في اللحم. في الوقت ده انا كنت عاملاهم في الطاسه، فلقيت الطاسه صغيره عليهم فرحت نقلاهم في حله بالسمنه اللي فيه. قطعت بصلايه، انت عايزه تقطعي بصلايتين صغيرين او بصلايه كبيره. انا قطعت بصلايه صغيره، او عاوزه تفرميها في الكب برضو براحتك. انا قطعتها على ايدي عشان بصله كانت خضراء، ومقطعتهاش برضو قطع صغيرة خالص عشان البصل الاخضر بسرعة بدوب. حطيتهم كده في اللحمة بتاعتي وهتبدأي تشوحيهم كويس لحد ما لون البصل يحمر، يعني انا عايزاه يحمر خالص كأنك كده بتعملي تقلية، عشان هو ده اللي بيدي التيست للحمة بتاعتك. يستحسن في الكبسة بالذات انك انت تختاري اللحمة اللي تكون صغيرة في السن، وكمان تكون من الموزة او من الحتة اللي تبقى في الرقبة دي، طبعا بتبقى طرية، بتبقى حلوة في الكبسة، يعني بتبقى طرية خالص. يستحسن احسن من اللحمة الناشفة. ممكن اللحمة الناشفة تستخدميها في وصفات تاني غير الكبسة. خلاص كده شوحت اللحمة كويس خالص بالورق اللورا والحبهان اللي انا حطيتهم والبصلة. هتزوديها مية سخنة، مش هتزوديها كتير، هتزوديها على قد كده ما تغطي اللحمة او كمان ما تغطيش اللحمة. هتديها غلوتين 3 على البوتاجاز على نار عالية، وبعد كده هتهدي البوتاجاز خالص عليها شمعة. انا عايزة اللحمة تستوي بس بالراحة، بحيث انت لو عليت البوتاجاز عليها تستوي بسرعة وتبقى ناشفة معاك وبتشد. حطيت كده معلقة من السكر بتسرع من سرعة ان اللحمة تستوي بسرعة معاكي، وهتديها غلوتين كده على البوتاجاز وهتهدي عليها وتغطيها. انا اللحمة كانت بتاعتي صغيرة فما خدتش كده وقت معايا. حطيت كده فيهم عظمه عشان تعمل لك كده شويه بهاريز حلوه، لو في عظمه كده في اللحمه ما ترميهاش، ده هتعمل لك احلى شويه بهاريز، ولما تستوي هتبقى احلى من اللحمه نفسها. كده خلاص اللحمه بتاعتي خلاص راح تستوي، وكل شويه لما احس ان هي عايزه ميه بقلبها واحط لها شويه ميه بشويه كده، واروح هدي عليها البوتاجاز هادي عليها النار هاديه، هروح يعني حاطه لها الميه واروح مغطياها تاني عشان تستوي معايا على نار هاديه وتبقى طعم اللحمه زي العسل. كده خلاص هي داخله على السوا. هي يعتبر ما خدش سوا والله كتير معايا، لان اللحمه بتاعتي انا مقطعها برضو قطع صغيره، وبرضو اللحمه بتاعتي النوع اللحمه صغير نفسه فما تاخدش وقت في السوا. حبيت النهارده كده احبشها واعملها خلطه حلوه، فعملتها بالخضار المشكل، الجزر والبسله، تدي تيست عالي كده للوصفه بتاعتنا وبتخلي طعمها حلو. انما انت لو مش عايزه تعمليها بالبسله والجزر براحتك خالص، ممكن تعملي الكبسه باللحمه برضو عادي، بس انا حبيت ان انا اعلي التيست بتاعها. حطيت كده في المرحله دي البهارات الكبسه، وحطيت معلقه من الفلفل الاسود، وحطيت مرقه من الدجاج البودره. لو انت عايزه ما تستخدميش المرقه براحتك خالص، هي كده كده اللحمه فيها بهاريز والعظمه اللي احنا حاطينها مطلع بهاريز، لو مش عايزه تحطي المرقه ما تحطيهاش، بس بصراحه هي بتعمل طعم في الحاجه. هتديها كده تشويحتين 3، يعتبر الخضار بتاعنا مش هياخد وقت على النار واللحمه بتاعتنا مستويه. تقلبتين 3 كده وتروح هاديه برضو البوتاجاز خالص وتخليهم يطيبوا على نار هاديه. لو لسه مستمرة معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما تبخليش عليا باللايك. واحب اشكركم حبايبي برضو على اي تعليق حلو بتكتبوهولي، والله تعليقاتكم بتبسطني خالص وبتفرحني
وابقى سعيدة خالص وانا برد عليها. واحب برضو اعرف انتوا بتتابعوني منين، من اي بلد. هتقلبيها برضو تقلبتين تلاتة، هي كده كده الخضار مش هياخد وقت واللحمة مستوية. هتقلبيها شوية وهتهدي عليها البوتاجاز خالص لحد ما تستوي على نار هادية. حطيت برضو تاني حلة على النار، المية برضو كانت بتغلي. انا هسلق الرز البسمتي، اتراعي ان الرز البسمتي ما ياخدش معاكي على النار اكتر من 8 دقايق 9 دقايق عشان ما يستويش منك خالص. حطيت في المية دي 2 لومي، الليمون المجفف، وعود من القرفة. طبعا دي لازم حاجات تحطيها للكبسة عشان تدي ريحة وطعم معاكي للكبسة. تعلي النار شوية لحد ما يبدأ يغلي، هتروحي مهدي عليه النار خالص. طبعا انت هتستخدم اي نوع رز بسمتي انت بتستخدميه ومتعودة عليه على طول، اي نوع رز بسمتي ينفع في الوصفة دي. بس يعني المستحب انك انت تستخدمي نوع يكون كويس عشان يستحمل معاكي ويطلع مفلفل معاكي وطعمه حلو. حطيت حوالي كده 3 معالق من الزيت، هياخد معاكي حوالي يعني 8 دقايق 9 دقايق. هتنزليه من على البوتاجاز وهتصفيه في اي مصفى. بعد كده طبعا هنضيفوه على الخضار واللحمة اللي احنا عاملينها في الاول وراكنين كده خلاص استوى. هصفيه في اي مصفى معايا، مش هياخد اصلا معاكي وقت. ما نقعتش اصلا الرز البسمتي، ما نقع. في ناس بتنقعه نص ساعة، انا ما نقعتوش وكان طالع زي العسل كده. خلاص انا صفيته ومعايا كده الخضار واللحمة جاهز. هنزل بالرز بتاعي على الخضار واللحمة. الخضار واللحمة تكونوا من تحت والرز هيكون من فوق. اللهم بارك، مش هياخد وقت معاكي، هياخد في الوقت ده حوالي ربع ساعة. هتهدي عليه النار برضو شمع، متعليش النار عليه ابدا عشان يستوي على نار هادية ويطلع مفلفل معاكي. والرزاية برزاية احط له كده برضو نص معلقة من بودرة الزعفران على نص مج من المية، وتقلبيهم كويس وتنزلي بيهم على الرز بتاعك. لو مش معاكي بودرة الزعفران ممكن تستخدمي الكركم، برضو هيديكي نفس اللون، بس اللون بودرة الزعفران بتدي لون احلى للرز البسمتي. بس لو مش معاكي عادي ممكن تستخدمي الكركم عادي، بيديكي برضو طعم حلو. برضو الكركم مفيد خالص خالص. قعد معايا حوالي ربع ساعة على النار، على نار شمعة. طلع معايا خلاص استوى اللهم بارك. هبدأ كده اصب في الصينية. بصوا مستوي على الاخر، والرز مفلفل ما فيهوش ولا وحدة معجنة، واللحمة دايبة دوب، والخضار اللهم صل على النبي. شايفين الخضار طالع فيه ازاي مستوي، خدش وقت اصلا منك. وعملت له كده تكايه حلوه في الاخر، ان انا بشرت بصله كده من البصل اللي احنا بنعمله له الكشري، ورشتها كده عليه من فوق. بتحسيها ليها طعم حلو خالص وانت بتاكليه، ليها قرمشه كده وطعم روعه. انصحكم كده ان بعد تقوموا تجربوه. فيديو عسل. طعم الكبسه كانت تحفه، ولو عملتيها هتحس انك انت اول مره تعملي رز بسمتي بالطريقه الحلوه دي. اللحمة دايبة ما فيهاش غلطة. وكمان حطيت عليهم كده من فوق، عايزة تحط عليهم شبت وبقدونس، كمان عايزة تحط عليهم كزبرة خضراء. الشبت والبقدونس او الكزبرة الخضراء بيدي طعم حلو للكبسة. شايفين اللحمة دايبة دوب. ربنا يحسن ما بين ايديكم. عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك، عشان اللايك مهم خالص في انه بيرفع معانا الفيديو لاكبر نسبة مشاهدة. وتشتركي في القناة لو ما كنتش اشتركت في القناة، وتفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد من عندي هنا في القناة. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات تانية احلى واحلى باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.